السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا من جديد بوصفة لذيذة كتير اللي هي صدورة الدجاج مع خضار السوتيه. أكلة صحية. خلينا نبدأ مع بعض. معي تشكيلة خضرة: جزر، معي فطر أبيض، والبروكلي، والكوسة. هلا هون الخضرة فيكم توسعوا براحتكم وتقللوا براحتكم، فيكم تضيفوا الفاصوليا الخضراء كمان طيبة معاها. هلا هي أكلة صحية وبتنفع أكتر شي للناس اللي عاملة دايت، اللي بيحب صدورة الدجاج، البروتين بشكل عام بالبروكلي وصدورة الدجاج، فبنصحه بهاي الأكلة. قطعت الجزر وهلا رح قطع الفطر. بدي الخضرة تكون واضحة، يعني مبينة كبيرة، ما بدي اياها قطع صغيرة كتير. هلا الفطر رح ساويه بهذا الشكل. انا من عشاق الفطر، بحبه مع اي اكلة، يعني بحبه بشكل. هلا بعد الفطر رح اقطع الكوسة. هلا هون الخضار السوتيه بشكل عام فيها فوائد اكتر من اي طريقة تانية، لانه بتضلها محافظة على قيمتها الغذائية. ما تكتروا خضرة، تشكيلة الخضرة من حبتين حبتين فبتعمل كمية منيحة. انا اخدت 3 كوسايات بس. هلا عندي البروكلي هو مثل القرنبيط، فبدي احاول اني اقطعه بطريقة القرنبيط بالضبط. بعتقد هو نوع من انواع القرنبيط، ما بعرف. ما عندي يعني اي معلومة عنه، بس اللي بعرف انه كتير فيه فوائد وقيمته الغذائية كتير عالية. بهالشكل هاد. هلا صدورة الدجاج بدي حاول اقطعها مثل الشرحة، يعني تقريبا صدر الدجاج ياخد يعني ممكن يطلع 3 قطع عندي، ممكن حسب كمان حجم صدر الدجاج. ما بدي اياها سميكة كتير وما بدي اياها رقيقة كمان كتير. بهي الطريقة حاولوا انكم تقطعوا الدجاج. هلا صدر الدجاج تقريبا عمل معي 3 قطع. انا استخدمت كيلو دجاج. بهالشكل هاد كتير هيك ظريفة، يعني لا سميكة ولا رقيقة. خلينا نبدأ هلا بسلق الخضرة. الخضرة ما بدي اسلقها حتى تستوي مزبوط، لا، بس انه شغلة 3 دقايق تغلي بالمي وبس، ما اكتر من هيك. وما راح اضيف اي شي معها، حتى ملح ما راح اضيف. 3 دقايق ما اكتر. انا معي مي باردة مشان حافظ على لون الخضرة وتضلها بلونها وقوامها، فانا بدي احطها بمي باردة، بتضل محافظة على اللون الأخضر أو الأبيض مثل الفطر، إنه ما يسود ويغمق. وبخليهم يبردوا على جنب. وهلأ رح بلش قلي صدورة الدجاج. رح حط معلقتين زيت، وبدي زبدة بتعطيها نكهة طيبة. تقريبا معلقة زبدة ما أكتر. هلأ بس حمي عندي بتنزلوا صدورة الدجاج، لا تنزلوهن بالمقلاية وهي باردة كتير، مشان ما يعطوا مي، يعني ما تفقش مي بنقول. هيك تمام. رح بس فلفل وملح، ما بدي اكتر، رح احط ملح وفلفل. ما بدها بهارات كتير هاي الاكلة، لانه هي بالنهاية اكلة صحية، يعني ما فيني اضيف مثلا ماجي بهارات تانية، لا. خليها هيك على نكهتها وطبيعتها. فلفل وملح بس ما اكتر. هاي الأكلة بنصح فيها كتير، خاصة إذا في أطفال بالبيت، فعلا قيمتها الغذائية كتير كبيرة، وخاصة أنه الخضرة إذا كانت الخضار السوتيه معمولة بهالشكل هاد فبتضلها محافظة على قيمتها الغذائية أكتر. هلا هيك استوى عندي صدورة الدجاج. رح ساوي أنا كل الكمية، ما بدي إياها كتير كتير يعني تاخد حرارة، بدي تكون مستوية وبنفس الوقت من جوا تكون طرية، ما بدي إياها قاسية. بنفس المقلاي رح ساوي الخضار. كمان بدي أضيف باقي الزبدة معلقة،
ونزل الخضرة شوحها تشويح بس مع الزبدة تاخد نكهة ما أكتر. شايفين ما أحلى لون الخضرة؟ عن جد بجنن. تشكيلة الخضرة كل ما كانت كتيرة كل ما كان هيك المنظر ألذ. رح حط شوية ملح وفلفل كمان ما أكتر، وقلبها شوي بالزبدة ما كتير، تشويح خفيف. هلا أنا هون بدي أقدم الدجاج أو صدورة الدجاج مع صوص أبيض، فرح أحط كريمة الطبخ مع نص كاسة مي، مع كاسة نص كاسة المي أخدت معي كاسة كريمة طبخ وشوية ملح وفلفل وبس. بلشت تغلي بننزل صدورة الدجاج طيبة مع صوص أبيض، خاصة إذا في رز جنبها فبتلاقيها سلسة أكتر. هلأ بعد ما تغلي بننزل صدورة الدجاج، هلأ اللي بيجيب نكهة الكريمة مع الدجاج اللي هو الأوريجانو. رح رش رشة خفيفة، هيك بعتقد الكمية هي بتكفي، ورشة أوريجانو على الوجه. عن جد بتعطي ريحة ونكهة بتجنن. رح خليهم يغلوا تقريبا دقيقتين ما أكتر، وهلا بنقدم الأكل بهالطريقة هي. أنا هون عملت رز أبيض، ما صورت الرز شلون طريقته لأنه واضحة ما بدها شي. ورح أقدم الطبق بهالشكل. أنا بلاقي هي الأكلات متعة بالنسبة لإلي، خاصة إذا فيها خضرة، لأنه أنا كتير من عشاق الخضرة، فطر، بروكلي، جزر، بحب تشكيلة الخضار بالأكل. ونحط شوية صوص. هالأكلة كتير بنصحكم إنكم تجربوها، كتير لذيذة، والريحة ما بتتخيلوا شو طيبة. بس يعني لازم ناكل حتى نحكم. هلا بعتقد انه صدورة الدجاج مستوية. انا ما بدي اياها من جوا مثل ما قلت لكم تكون قاسية كتير طرية من جوا، وبنفس الوقت اخذة لون من برا. بدي اكل فطر. ممكن تتقدم اذا كترتوا شوية كريمة بالطبق مع رز. الولاد بيحبوا انهم يخلطوا الرز مع شوية كريمة ودجاج، بتطلع كتير طيبة. بتمنى تكون هالأكلة نالت اعجابكم، وكانت معكم لما من قناة سمول بروجيكتس. بالعافية يا رب.